السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هاد لا فيديو، مرحبا بكم معايا في قناتي قناه حنا لايف. اليوم غادي نقوم بتحضير الوصفه اللي هي عباره عن الزيتون مشرمل منزلي وبطريقه صحيه، مكونات اللي كتكون عندنا في الدار. فخليكم معايا باش نتعرفوا على المقادير وكذلك طريقه التحضير. اول حاجه غادي نحتاجوها هو اناء بحال هكا يكون شويه غرق باش انه نخلطوا فيه الزيتون مع التتبيله اللي غادي نديروا ليه. انا هنايا خدمت بالزيتون بلدي خضر، تقدروا انكم ديروا الكحل بوحدو، تقدروا انكم ديروا كذلك المزيج ما بين الخضر والكحل، ماشي مشكل، اللي متوفر عندكم تقدروا انكم تخدموا به. اول حاجه غادي نديرها هي الهريسه. الا كان عندكم الوليدات ما ديروش الهريسه او لا ديروها ولكن فريمون قليله بزاف. هنا غادي ندير شويه قزبور هكا مطحون، قزبور يابس، شويه الكمون، شويه هكا ديال الزعتر، الزيتون مشرمل بحال هكا. ملي كيكون مصايب في الدار نتوما كتحكموا في التتبيله اللي غادي ديروا ليه، كتحكموا في التتبيله اللي غادي ديروا ليه، على عكس ملي كيكون مشري كيكون واحد التتبيله اللي هي تقريبا ستوندار. اغلبيه ديال صحاب الزيتون اللي كيبيعوا الزيتون وما جواره راه كنلقاو عندهم من نفس التتبيله كيديروها بالنسبه للزيتون مشرمل. غادي ندير هكا شويه ديال الملحه، ما نكثرش منها. الناس اللي عندهم مشكل مع الملحه ما يديروهاش كاع، كما قلت نتوما كتحكموا في المكونات اللي كديروا. دابا غادي نضيفوا قطعه هكا صغيره ديال الحامض عادي، ماشي حامض مصير. الا كنتو كتفضلوا الحامض مصير ديروه. هنا عندي معلقه صغيره تقريبا ديال الثومه، وهنايا المعدنوس، اخر حاجه غادي نضيفها هو هكا واحد المعلقه كبيره ديال زيت الزيتون. صافي، وغادي نخلطوا العناصر كاملها. تقدروا ديروا التوابل اخرى الا كنتو كتفضلوها، منسمات اخرى الا كانت كتعجبكم. كاين طرق كثيره باش انه الواحد يحضر او اللي يوجد الزيتون مشرمل غير هكا في الدار. دابا غادي نجيبو قرعه زجاجيه بحال هكا، علبه زجاجيه باش نحطو فيها. انا كنفضل انه نحتفظ به في قرعه هكا ديال الزاج، سينو تقدروا ديروها في علب بلاستيكيه، وفي اخر المطاف حنا غادي نحطوها في الثلاجه باش كيبقى صابر معنا مده طويله. نرافقوه مع اي طبق بغينا، خصوصا المشويات. دونك كما قلت هاد القرعه ديال الزاج او القرعه ديال البلاستيك اللي درتوه فيها غادي نخليوها في الثلاجه، وقت ما بغيناه راه حنايا كنجبدوه كيرافق الاطباق ديالنا. كنتمنى انه الفيديو ديال اليوم اللي هو عباره عن زيتون مشرمل بطريقه صحيه في المنزل، نتمنى انه يكون نال اعجابكم. وبقى لي الا نقول لكم طلعوا في راسكم، الى فرصه قادمه ان شاء الله.